السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هقدم لكم وصفة جديدة من وصفات ام الدنيا. هي وصفة معروفة جدا. عبارة عن لحمة بالبصل او كباب حلة. في ناس بتقول عليها لحمة بالبصل عشان كمية البصل اللي فيها، وناس بتقول عليها كباب حلة. ايا كان اسمها، هي طبق شهي جدا و هتحبوه فعلا. الناس اللي بتحب اللحمة اللي غرقانة في الصوص كده، حاجة دسمة كده وحلوة، أكيد هتعجبكم. واللحمة بتاعتنا واخدة سواها تمام ودايبة. يلا نبدأ بسم الله ونشوف مكونات الوصفة معانا. اول حاجه معايا دي كميه لحمه اللي موجوده عندك. انا بالنسبه لي دي كانت تقريبا نص كيلو، ومقطعاها صغير عشان ما تغلبنيش في السوا، تستوي بسرعه. ومعايا كميه بصل، انا دول بصلتين كبار، مخرطاهم مش ناعم قوي، لا حتت متوسطه. وعايزه تزودي كميه البصل طبعا براحتك. ومعلقه كبيره توم، وطماطمتين صغيرين، وواحد فلفل حامي ممكن تستغني عنه، مفيش مشكله. في حلة على النار فيها زيت او سمنة، اللي موجود هنحط كمية البصل بتاعتنا ونقلبها لغاية ما البصل لونه يغمق شوية. ولما البصلة تغمق معانا هننزل عليها بمعلقة الثوم زي ما انتوا شايفين، ونديها تقليبة كده بتاع دقيقتين لغاية ما نحس بريحة الثوم طلعت. طبعا احنا عارفين ريحة الثوم مع البصل بتبقى مميزة جدا. و... وبعد كده هنضيف الفلفل الحامي اللي معانا. وده زي ما قلت لكم اختياري، عايزين تضيفوا حامي اوكي، عايزين تضيفوا قرن فلفل بارد مفيش مشكلة. ونفس الحكاية هنقلب الفلفل مع البصل والثوم تقلبتين كده. وبعدين هنضيف كمية اللحمة بتاعتي كلها مرة واحدة، وهنقلبها مع البصل والثوم والفلفل. هنقلبها لغاية ما لونها يتغير بالشكل ده. وبعدين هنغطيها. قبل ما نغطيها طبعا هنضيف الفلفل الاسود وورق لورا ورشة صغيرة قوي من جوز الطيب. وبعدين هنقلبها ونغطيها لغاية ما تشرب ميتها وتنزل مية تاني. وطبعا احنا بنوطلها النار جدا بالشكل ده. هي شربت ميتها ونزلت الدهون بتاعتها. هنضيف احنا بقى كمية مية، يعني حوالي كوباية مية متوسطة مغلية. هنضيفها ونقلبها ونغطيها تاني، وهنكرر الحكاية دي لحد ما نحس ان اللحمة بتاعتنا استوت بشكل كامل. احنا لغاية دلوقتي يا جماعة ما ضفناش الملح ولا الطماطم. هنا خلاص تقريبا اللحمة استوت. طبعا انا اختبرتها بايدي، استوت سوا كامل. هنضيف لها الطماطم، 2 صغيرين او واحدة كبيرة، وهنضيف لها الملح ونقلب كويس. وهنسيبها على النار حوالي 5 دقايق لغاية بس ما الطماطم تدوب تمام او تدبل مع الصوص. وده شكل الطبق النهائي بتاعنا. وطبعا انا قدمت جنبه رز بشعرية وممكن عيش زي ما تحبي، ومعاه طبعا الخيار المخلل الجميل اللي عملناه قبل كده في وصفة من وصفاتنا. شايفين شكله شهي وجميل بجد، شكله يجوع. واللحمة بتاعتنا دايبة جدا رغم انها بدون سلق ولا حاجة، بس اما بتضيفي لها المية المغلية كل شوية بتستوي سوا حلو قوي وبتحتفظ بطعمها اللي مش بتلاقيه لما بتسلقيها. شايفين يا جماعة شكل الطبق شهي جدا جدا، والطماطم مدياله شكل حلو قوي. ممكن تاكليه مع الرز، وممكن تاكليه بعيش او جنب مكرونة زي ما تفضلي. طبعا انا عندي دايما بيحبوه جنبه يا اما رز ابيض يا اما رز بشعرية. شايفين شكل الطبق جميل ازاي؟ ولو عايزة بالعيش برضو والصوص طبعا هي اللحمة زي ما بيقولوا عايمة في الصوص بتاعها. الصوص ده بيبقى طعمه حلو قوي 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 فعلا يعني. وكده يا جماعة خلصت وصفتنا
البسيطة السهلة. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم إن شاء الله، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. وبشكركم جدا والله على كلامكم الحلو فعلا، يعني على آخر فيديو ليا، على عامة على كل الوصفات اللي بقدمها. بشكركم جدا جدا جدا، ودايما يا رب كده معايا وفي ظهري. وبكده وصفتنا خلصت، أتمنى تكون عجبتكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.